لو لسه بتفرزي التوم بالطريقة العادية ويفضى منك وينشف وما يبقاش موجود، يبقى فاتك كتير. اقلي التوم في الزيت، هتلاقي كنز في التلاجة عندك مش هتقدري تستغني عنه طول السنة. صلوا على النبي في الكومنتات واللايك الحلو بتاعك وشارك الفيديو مع اصحابك. حضرت معايا فوق على النار كده حوالي نص كوباية من الزيت، حطيت عليها بقى بعد ما الزيت يسخن نص كيلو من فصوص التوم. التوم طبعا ده الايام بتاعته متوفر بكثره كده في السوق، هاتيه وابدأي ان انت اعمليه بنفس الطريقه. نزلت بالتوم في الزيت بالشكل ده والنار بتاعتي متوسطه، هفضل اقلبه كده تقليب مستمر لغايه ما التوم كده يبدأ ان هو ريحته تطلع وياخد اللون الذهبي الاصفر كده شويه. على ما يتحمر معايا كده حبيتين من الفلفل الرومي. الفلفل الرومي اللي هو الالوان ده طبعا مش حامي خالص، الحبيتين دول بمقدار ربع كيلو من الفلفل. هبدأ ان انا انضفهم كده من البذور بتاعتهم واقطعيهم اي تقطيعه مش هتفرق واخليهم على جنب. حابه تستخدمي معاكي فلفل سبايسي مفيش اي مشكله، حطي فلفل اخضر عادي، حطي فلفل الوان المتوفر عندك واللي بتحبي طعمه كده مع الثوم ابدأي ان انت تستخدميه. انا ما بحبش الحاجه سبايسي قوي، فاشتغلت عندي بالفلفل الالوان البارد اللي انتوا شايفينه ده. قطعته كده ونضفته من البذور بتاعته وخلي الطبق ده على جنب. اول ما التوم بقى يبدأ ان هو يتحمر معايا وياخد اللون الحلو ده، ايدك بقى تفضل تقلب فيه، لان في ثواني بتلاقيه كده اخد لون غامق وهيبدأ ان هو يقلب معاكي بطعم مر ومش حلو. فاول ما خلاص اخد اللون الذهبي الحلو ده، على طول نبدأ ان احنا نصفيه بالشبكة كده ونطلعه معانا في الطبق. بس تطلعيه لما تمسكي التومية وتحسيها بيوريه وناعمة ومعجون كده بين ايدك، كده التوم استوى معانا، نبدأ ان احنا بخرجه على طبق بالشكل ده. وفي نفس الزيت ابدأ ان انا انزل عندي الفلفل اللي انا كنت نضفته وقطعته زي ما قلت لك، حطي سبايسي اللي انت حباه. هبدأ ان انا كمان اقلي الزيت معايا في الزيت بتاع التوم. التوم ده زي ما قلت لكم بصوا كده معجون خالص، خليه على جنب شويه. والفلفل بقى ابدأي ان انت تقليه كده بالطريقه العاديه كأنك بتقلي فلفل لغايه ما الفلفل يبدأ ان اللحم بتاعه يطرى كده منك. كده تمام. هبدأ بعد ما الفلفل طرى معايا بالشكل ده ان انا انزل معايا التوم، وعلى طول بقى مش هخليه يتحمر تاني علشان التوم ما يغمقش مني. ابدا ان انا احط لها فنجان من الخل بمقدار كده ربع كوبايه من الخل على نفس المكونات اللي انا حطاها. معلقه كبيره مليانه كده هرميه من الكمون، معلقه كبيره كده مليانه من الملح. الملح والخل طبعا يعتبروا مادة حافظة للي احنا بنعمله النهاردة. هقلب كله على النار، مش قادرة اقول لكم ريحة الثوم مع الخل مع الكمون كده تحفة جدا جدا. هقلبهم مع بعض بالشكل ده، وعلى طول ابدأ ان انا بقى اطفي النار وخلاص اسيب بقى كل ده يبرد معايا تماما. ولما يبرد معاكي حضري معاكي الكبة او الخلاط بالهاند بلندر المتوفر عندك، وابدأي خدي بقى الثوم بالفلفل بالزيت بتاعه. الزيت ضروري جدا، ما تصفيش الزيت، برضو يعتبر مادة حافظة وهيمنع هريسة الثوم بتاعتنا ان هي تعمل اي عفونة على الوش. هبدأ ان انا اضرب كل ده مع بعض كويس جدا بالكبة بالشكل ده. خلي القوام بتاعها متوسط ناعم قوي حسب ما انت حابة. الهريسة بقى بتاعت الثوم اللي احنا بنعملها النهاردة دي استخدميها في اكلات كتيرة جدا. حطيها معاكي في تقلية المكرونة، حطيها كمان في خلطة المحشي، حطيها في الطواجن، في الكبدة الاسكندراني بتكون رهيبة في التتبيلة بتاعتها. في اي حاجة انت هتعمليها، في طبعا في تتبيلة السمك حاجة اساسية. اي حاجة بتستخدمي فيها توم ضيفي بقى شوية من هريسة التوم دي، بيكون طعمها يا جماعة في منتهى الجمال. وطبعا لو ضفتي الفلفل الحامي يبقى كأنك عاملة ميكس كده بين هريسة الشطة وهريسة التوم، والخل والكمون والملح كله عاطي طعمه في منتهى الجمال. ده كده الخليط بتاعنا، ودي الكمية اللي طلعت معايا من نص كيلو من الثوم اللي انا كنت مقشراه. عشان تحفظيها بقى حطيها في برطمانات وحطي على وشها زيت وتفضل عندك في التلاجة، ممكن تقعد شهر شهرين في باب التلاجة كده استخدمي منها. عملتي كمية كبيرة وعايزة تحفظيها عندك، احفظيها في الفريزر في برطمانات كده بلاستيك مغلقة او في اكياس. حطيها في العلب اللي انا بوريها لكم دي حلوة جدا. ببدأ ان انا احط فيها الكمية المناسبة واحط معايا شوية زيت على الوش واقفلها. حطيها في الفريزر بتقعد عندك بالسنة واكتر كمان. لما اللي في التلاجة تحت يخلصوا بنزل علبة وافضل استخدم منها لغاية ما تخلص، وهكذا. وبيفضل عندي هريسة توم طول السنة، ما بشيلش هم بقى تقشير وفرم كل شوية، وبستخدمها في حاجات كتير زي ما وضحت لكم. جربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش حبايبي تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة. مع السلامة.